حياكم الله مشاهدينا من جديد. إذن الهوية والهوية الإسلامية وضياع هذه الهوية في المجتمع هو محور حديثنا لهذا اليوم إن شاء الله. اسمح هذا جواد، يعني لو تكلمنا عن أدوات هذه الحرب اللي بدأت تشن هجمات كثيرة على الهوية الإسلامية. لو قلنا الحرب الناعمة أكيد لها تأثير كثير جدا على الهوية الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام. أرحب بالأخوة الأعزاء وأشكر حضرتك على إتاحة هذه الفرصة. استهداف الهوية من خلال مكونات الهوية الأساسية استهدفها. مكوناتها تبدأ باللغة. نعم. مثلا التعليم، الدين، الجنس، الجغرافيا، هذه الأواصر اللي كونت لي هوية. الثقافة يستهدفها، يبدي مثلا باللغة على سبيل المثال من خلال كثرة المصطلحات، من خلال الترويج للعامية، من خلال الترويج لكثير من الابتعاد عن اللغة الفصيحة. نعم. عندنا أزمة باللغة كلش، يعني وصلنا مرحلة كلش خطرة باللغة. نعم. العربية الفصيحة. نعم. احنا ابتعدنا عن اللغة، بينما احنا كل علومنا الإسلامية بدأت في أحضان، يعني كل علومنا اللغوية بدأت في أحضان القرآن. فعلا. كل الدراسات اللغوية بدأت هي لخدمة النص القرآني من أجل تفسيره. طلع من عندنا علم النحو، طلع من عندها علم الكلام، طلع من عندها كل العلوم الإسلامية نشأت في أحضان القرآن. فأنت إذا ابتعدت عن اللغة الأساس مالتك راح تبتعد عن علومك، عن تراثك. القضية الثانية قضية الترويج لمفاهيم خاطئة. مثلا وجدت في الغرب إسلاما ولم أجد مسلمين. أي بالضبط، هاي دائما غرب مثال للحرية الشخصية ومثال للإنسانية، ومثال للإنسانية وغيرها من الشعارات البراقة. أكو فد خطة ممنهجة جدا لبعثرة مجتمعنا. إذا نعرج على قضية ثانية، قضية التعليم، استهداف التعليم بالتسطيحة، بإبعاده عن محتواه. احنا حاليا بالعراق وللأسف يعني جامعاتنا العراقية كلها خارج التقييم العالمي. حتى المدارس ما طلعت، طالعه المدارس. طلعت مدارسنا طالعه، اللي ما يعرف خليه يعرف. لا مدارسنا طالعه من زمان. يعني استهدف اركان الهويه بالضبط، فهو من خلال استهدافها. وهو هذه الامور اغلبها جاي يستهدف فئه الشباب. نعم. لسبب كلش بسيط، هذا الشباب جذوره بالارض مراسخه. نعم. من السهولة جدا انه اغير، يعني هو من جاي يشوف السياسات وجاي يشوف الحكومات وجاي يشوف الواقع وتردي الخدمات واروج للمجتمع مثالي بمكان ثاني، من المؤكد انه راح ينسلخ من هويته ويتوجه الى مجتمع. نقاط القوة يقال سابقا. نعم. انه ما كان واحد يقدر يتعلم علم الا يجد اللغة العربية، يعني كان صعب لسبب كلش مهم. يعني اذا تسمح لي سؤال، احنا قضية مهمة جدا غافلينها. احنا بالاسلام عندنا عبادات لا تقبل الا باللغة العربية. حسب هم العرب كانوا لغتهم سليمة. نعم. من دخلوا الاعاجم المقصود غير العرب. نعم. من دخلوا للاسلام احتاج انه يتعلم. فامهات كتب النحو اللي وضعت حتى النقاط التنقيط ايضا هو ليس للعرب وانما للاعاجم. النقاط نوعين مثل ما يعرف. نعم. يعني نقط الاعجام ونقط الاعراب. نعم. التنقيط هذا اجى مرحله متاخره. نعم. اقصد كل العلوم اللي بدت الهدف من عندها اولا تعليم اللغه العربيه. نعم. لغير العرب، للاعاجم. لانه انت بالاسلام عندك شرط مهم جدا، عباداتك لا تقبل إلا باللغة العربية. هذا واحد. اثنين، إدراك من المشرع الإسلامي أنه اللغة هي محور الهوية. نعم. ففرضها وجعلها واجبة. كل شخص يدخل الإسلام يجب عليه تعلم اللغة العربية. جواد، أريد أسألك سؤال. أنت رجل أكاديمي. أنا يوم من الأيام مو مرة ولا مرتين، كثير كنت أسمع مثلا لمحاضر والكلام اللي يقوله هو قابل انه يقوله باللغه العربيه، يعني مو فد شيء، يعني مو فد علم بحيث انه ما يقدر يترجم اللغه العربيه، يعني لا هو طب ولا هو فيزياء ولا كيمياء، يتكلم بالتسويق يعني، فعادي يقدر يقول بالعربي. لكن اريد افهم من عنده يقول 5 كلمات عربي و20 كلمه بانجليزي مصطلحات يرجع. هذا شنو الهدف من عندها؟ يعني شنو الهدف من عندها؟ يبين للناس انه انا افهم مثلا بالضبط. يعني هذا حتى انا هدفه من الحديث، هدفه نعم. مو حتى اوصل فكره، لا نعم. هدفي انه اقنع المقابل انه انا عندي كم من المعلومات انت ما تعرفهن. نعم. هو هذا هدفه. نعم. هو هدف اي حوار، اي حوار انه تلاقح افكار. نعم. هذا لا، هذا هدفه انه يستعرض مجموعه مصطلحات حافظهن بالضبط. وانطيك يعني اعطيك جارنتي انه غير هذين المصطلحات هو ما حافظ شيء. انا بدي اقول انه احنا نوصل الى مستوى
انه الطبقه الوسطى كنت تفهم او تتوضح لها الصوره يمين موجود. اذا تسمح لي نعم استاذ مداخله. بالمناسبه انا مو ضد المصطلحات، يعني اي مصطلح يؤدي غرض وان كان غير عربي اوكي يؤدي غرض ويؤدي عمليه الافهام فلا يصوب نحو الهدف. ماكو اشكال باستخدامه، والدليل انه كلمه لغه اللي جاي نستخدمها هي مو عربيه، اعجميه. كلمه لغه اللي احنا دائما نقول اللغه هي مو عربيه، اعجميه. الصحيح هي لسان العربيين. طيب تسمح تفضل. ممكن يصعد رموز مسطحه فعلا يصدق، فهذا يخليك تشكك اذا كان هذا الرمز اوكي اللي هو اصلا صعده الرمز المسطح الفارغ من محتوى المجوف هذا يمثل الفئه الفلانيه. تلجأ نشوف وسائل التواصل. طيب. المعيار للانتشار هو عدد المتابعين. هذا المعيار اللي خلى عشرات المسطحين يصدرون الواجهه بينما الناس اللي تقدم محتوى حقيقي ما وصلوا. قضيه كلش مهمه. يعني احنا التعليم عندنا اللي يتراجع. احنا وصلنا لمرحله عندنا جيل من المعلمين بحاجه الى تعليم. القضيه الثانيه الاهم من عندها يعني قضيه النخبه اللي تراجعت. هذا مو دور افراد. يعني انا هسه مثلا النخبه حتى تاخذ مكانها مو دوري ودورك، هذا لازم دور مؤسسات، دور حكومات هي اللي تخلي النخبه اللي تتصدر. بينما اذا انا اطنان من الشهادات ومن الدالات اوكي وبالمقابل ما عندي محطه ماي حلو بالبصره، انا شو اسوي بهاي الشهادات؟ مو زينه. باقي المحافظات ما كان عندك وعندك اطنان من الشهادات تخصص ذريه ونوويه وغيرها كذا. هذا دور النخبه. انت لا تركز لي على العنوان الوظيفي على الدرجه الاكاديميه، لا اخذ الخبير. قبل احنا كان التعلم الاكتساب من المجتمع ضمن رعايه ابويه، ضمن نظرك تعرف ابنك طلع راح البيت اخوك البيت عمه البيت هاي مكانات. هسه حاليا وهو قاعد العالم كله قدامه. تلقى هسه عندنا ثقافه تركيه، ثقافه كوريه، ثقافه يابانيه، ثقافه مصريه. مجتمعنا مسخه هويته، ما عندنا هويه هسه كل شيء ما عندنا هويه. طيب اختم مع حضرتك اغاتي. انا برايي انه نبدي اعاده المثل العليا للواجهه من خلال اعاده النخب وتفعيل دورها وخليها بالواجهه. هذا يبدي من الفرد وينتهي بالمؤسسات. واهم نقطه بالهويه هي اللغه. ختاما ادق لكم اللغه انثى فرفقا بالقوارير. احسن